طب دلوقتي يا معلم في عركه كبيره قوي دايره من ساعه ماتش الاهلي والزمالك، بس العركه دي ملهاش اي علاقه ولا بامام عاشور ولا بان الاهلي غلب الزمالك 4-1. العركه دي ليها علاقه او تهم الناس اللي شغاله في الماركتينج والبيزنس، وانا واحد منهم. فتعالى اقول لك كده تفاصيل العركه دي. دلوقتي السبونسرز او الرعاة بتوع النادي الاهلي السيزون ده مين؟ ايوه كده، اتصالات وفاب مصر اللي هم بنك ابو ظبي الاول. اوكي طيب تمام. الناس دي دفع بادجت محترمة جدا عشان يحطوا اللوجوز بتاعتهم على تي شيرت النادي الاهلي عشان خاطر الناس تشوفهم. طيب ايه اهم ماتش في السيزون كله الناس هتشوفه؟ ماتش الاهلي والزمالك. يقوم يا مؤمن قناة اون تايم سبورت وهي بتحط صور اللعيبة عشان خاطر تعرض التشكيل، تجيب صور قديمة لتيشيرتات النادي الاهلي عليها لوجو بانك سعيد، وده اصلا كان السبونسر بتاع النادي الاهلي بس مش السيزون ده السيزون اللي فات او اللي قبله. وطبعا الحوار ده كارثه ما بيحصلش غير في الايجيبشن ليج، لان ده بيأثر جدا على مناخ الاستثمار الرياضي في مصر. لو انا دلوقتي مستثمر وعايز اجي احط فلوسي في الكوره في مصر وهبقى سبونسر لاكبر نادي في مصر، لا افكر مره واتنين وتلاته، لان الشعب ده والبلد دي كل واحد بيعمل اللي على مزاجه ومحدش بيعرف يحاسب حد. بس يا معلم دي كانت خناقه البيزنس النهارده. لو حابب تشوف فيديوز اكتر ما تنساش تعمل فولو لاسلام صالح بتاع المصالح.